الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسبية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا يا معبود سبحان الله. سبحان الله وبحمده يا كريم دائما أبدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على من ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح amal syaitan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah.
Namun demikian, masing-masing mempunyai kebaikan. Berusahalah sungguh-sungguh untuk mencari apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah. Janganlah bersikap lemah. Jika sesuatu telah menimpamu, janganlah kamu berkata, seandainya aku berbuat begini, pasti akan jadi begini. Akan tetapi katakanlah, ini adalah takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti akan Dia lakukan. Karena kata seandainya akan membuka peluang bagi perbuatan syaitan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Namun demikian, masing-masing mempunyai kebaikan. Berusahalah sungguh-sungguh untuk mencari apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah. Janganlah bersikap lemah jika sesuatu telah menimpamu. Janganlah kamu berkata, seandainya aku berbuat begini, pasti akan jadi begini. Akan tetapi katakanlah, ini adalah takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti akan Dia lakukan. Karena kata seandainya akan membuka peluang bagi perbuatan syaitan. Hadis riwayat Muslim. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ألا وإن الروح الأمين نفث في روعي أنه ليس من نفس تموت حتى تستوفي رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء رزق أن تطلبوه bima asillah fa innahu la yudraku ma 'indallahi illa bi ta'atih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah bahwa Ruhul Amin Jibril telah mengilhamkan wahyu ke dalam hatiku bahwa tidak ada satu jiwa pun yang mati sebelum memperoleh semua jatah rezekinya. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah dan berusahalah mencari rezeki dengan cara yang baik. Jangan sampai keterlambatan rezeki menyebabkan kalian mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah. Karena khazanah yang ada di sisi Allah tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan ketaatan kepadanya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah bahwa Ruhul Amin Jibril telah mengilhamkan wahyu ke dalam hatiku bahwa tidak ada satu jiwa pun yang mati sebelum memperoleh semua jatah rezekinya. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah dan berusahalah mencari rezeki dengan cara yang baik. Jangan sampai keterlambatan rezeki menyebabkan kalian mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah. Karena khazanah yang ada di sisi Allah tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan ketaatan kepadanya. Ini merupakan bagian akhir hadis Syarhus Sunnah. An Auf bin Malik radhiyallahu anhu annahu haddatsahum anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qada baina rajulain faqala al-maqdi alaihi lamma adbar hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innallaha yalumu 'alal 'ajzi walakin 'alaika bil kaisi fa idza ghalabaka amrun faqul hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu ia memberitahu orang-orang bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghakimi antara dua orang. Lalu ketika orang yang diputus kalah dalam perkaranya beranjak pergi, ia mengucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagiku dan Dia adalah sebaik-baik penolong. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala mencela sikap lemah, akan tetapi hendaklah kalian bersikap cerdik. Lalu jika kamu dikalahkan dalam suatu perkara, baru ucapkanlah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu ia memberitahu orang-orang bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghakimi antara dua orang. Lalu ketika orang yang diputus kalah dalam perkaranya beranjak pergi, ia mengucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagiku dan Dia adalah sebaik-baik penolong. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala
mencela sikap lemah, akan tetapi hendaklah kalian bersikap cerdik. Lalu jika kamu dikalahkan dalam suatu perkara, baru ucapkanlah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hadis riwayat Abu Dawud. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita lebih mudah mengamalkan dan menyampaikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك تقبل الله منكم